كلنا شفنا مسلسل الحشاشين، وشفنا ازاي حسن الصباح اتغيرت حياته لما جه مصر، وازاي جند نفسه للدعوة لابن الخليفة المستنصر نزار. لكن المفاجأة إننا نعرف إن حسن الصباح ما كانش أول واحد يجي مصر وينبهر باللي فيها ويعيش فيها وكأنه في الجنة. وبما إننا في بودكاست رحالة، فأنا النهاردة هحكي لكم عن رحالة من أهم كتاب الرحلات في التاريخ، وهو الرحالة ناصر خسرو، اللي جه مصر وعاش فيها وحصل له كده غسيل مخ حضاري، لدرجة إنه تخيل إن العالم كله لازم يبقى زي مصر. وعشان كده غير مذهبه للمذهب الرسمي المصري وقتها، وبعد ما كان سني بقى شيعي. ومش بس كده، ده كمان عمل زي حسن الصباح واعتكف في جبال بدخشان في غرب أفغانستان عشان ينشر المذهب الإسماعيلي